هاي يا جماعه، الساعه دلوقتي 8 واحنا رايحين مشوار 7:30 سوري، ورايحين مشوار مهم جدا. رايحين في فكره كده معموله هنا في يوكي في بريطانيا عشان يوقفوا او يقللوا من الاستهلاك، ان هم يرموا الاكل في السوبر ماركت، لان معظم السوبر ماركتات هنا يعني ما عندهمش لوكال ماركت اللي هي الاسواق الشعبيه زينا، فمعظمهم بيروحوا السوبر ماركت عشان يجيبوا اكل البيت. طيب طبعا الخضار والفاكهه بيبقى ليهم مده صلاحيه او بيبوظ، فهم عملوا فكره حلوه قوي عشان يقللوا من اهدار الخضار والفواكه والاكل اللي هو صلاحيته بدات تخلص. بيعملوا ايه بقى؟ قبل ما الحاجه تبوظ ب3 4 ايام بيعبوها في اكياس، يعني بيبقى عندهم كولكشن من الاكل اللي هيبقى خلاص على وشك ان هو يترمى. الخضار طرى شويه، الفاكهه بقت سوفت شويه، فعملوا ايه بقى؟ زي ما قلت لكم بيجيبوا الكيس ويعبوا كل كيس مثلا 10 حاجات او 7 حاجات، تمام، وبيبيعوا كيس ب3 باوند. فبروح اخد الكيس، انتوا ما بتختاروش، انتوا بتروحوا تاخدوا الكيس وخلاص. الكيس بيبقى فيه ميكس من الحاجات. فدلوقتي الساعه 7:30 هناخد العربيه، لان احنا المفروض بنروح سوبر ماركت بناخد الاكياس دي، بناخد كيس 2 3 4 5 زي ما احنا عايزين، بس كل كيس ثمنه 3 باوند. فيلا النهارده هاخدكم معايا السوبر ماركت ونكتشف في كام حاجه في الكيس النهارده، والكيس بيبقى فيها ايه. احنا جبنا امبارح وبصراحه ذهلنا بالمنتجات اللي جات لنا، طلبنا كيسين. الكيس كان فيه افوكادو وكان فيه بيض وكان فيه زبادي يوناني، زبادي غالي جدا. فقلنا النهارده هنروح نجرب تاني ونجيب كذا كيس ونشوف الفرايتي. وطلع فيه كمان اكل هندي في الموضوع، يعني الرز اللي هو البسماتي والاكل الهندي والكلام ده، اللي هي الحاجات المعلبه، الاكل اللي هو الجاهز اللي خلاص بدا ان هو خلاص 3 4 ايام الصلاحيه. وبصراحه اتبسطت جدا من الفكره، فيلا بينا اخدكم دلوقتي نروح نشتري طلبات البيت. زي ما قلت لكم طبعا انا كل فتره كده والتانيه بروح اعيش في مكان جديد، فده البيت اللي انا عايشه فيه جديد. دي ساعه انتيك من لندن غاليه جدا يا جماعه، دي تراث كبير. فاحنا عايشين في البيت الجديد ده مع الكتاكيت دولت، شايفين؟ هاي وسبا، هاي ميا، هاي كلوي، هاي ساشا. دول 4 بريدز مختلفين يا جماعه، مفيش حد شبه التاني. اوكي، ولسه كيتي كات وقطه. هاي سي هاي تو ماي فولور. ولسه كيتي كات. هاي كيرا، كيتي كات. فده البيت اللي احنا عايشين فيه حاليا، قاعدين هنا تقريبا 10 ايام. هيفتح لكم عشان تشوفوا كويس ده البيت. طبعا انا كنت بشتغل هنا في هرجله، انا مش عارفه بصراحه فين اللمبه، اعتقد وده المطبخ، اعتقد النور بيتفتح. شفتوا الدنيا نورت، وفي جنينه كبيره بره، بس انتوا مش هتقدروا تشوفوها. اوكي، يلا نطلع. خلينا نفتح النور هنا. انا مش عارفه، دي المشكله، انا مش عارفه الانوار فين. اعتقد دي بره. هي يلا. وده المكان اللي هم بيناموا فيه. فهنا السراير بتاعتهم، هم بيناموا في المكان ده ونقفل عليهم. وطبعا عشان يطلعوا بقى يعملوا البيزنس بتاعهم. يلا الدنيا طبعا بتشي. يلا اوت. يلا ميا، جود ميا. يلا ساش، يلا وزبة، يلا ساش، يلا كلوي اوت. وزبة دايما محتار يطلع والله ما يطلعش. طبعا في لمبة كده سنسور هنا، لما حد بيطلع شايفين مش هتشوفوا اي حاجة، زي اللمبة دي سنسور. والجنينه هصورها لكم في يوم تاني. هما بيطلعوا هنا بقى ايه، يخلصوا الحاجات اللي هم عايزين يعملوها. يلا ساش، يلا اوت.
ساش وكلوي مش عايزين يطلعوا. يلا بوبس. نو come here كلوي. get out يلا out ساش. يلا ساش outside. يلا ساش. oh my goodness. يلا باي. الجنينة يا جماعة كبيرة جدا والدنيا بتمطر زي ما انتوا شايفين. ساش دايما محتارة تعمل البيبي ولا لا. هعمل لهم برايت كده عشان ايه، اعمل لهم شوية اكل. يلا وسبة كم بيبي كم وسبة جو ميا جو. طبعا انا هسيبهم هنا عشان احنا ماشيين دلوقتي، ونقفل الباب ده عشان ايه مين بره. لا وسبة هنا تمام. باي. دي طبعا السفاحه بتاكل كل حاجه. ده مش موضوعنا ان انا الففكم في البيت النهارده، بس هي الفكره كلها ان انا عجبتني موضوع ان احنا نوفر فلوس الاكل. يعني نوفر فلوس كتير جدا. الكيسه كانت مليانه اكل، اكلنا واتدلعنا. انا ما صورتش امبارح طبعا. دي طنط مش عارف ايه بتقعد تنام في الدفع هنا بتستخبى. لو جيت قعدت هنا تزيق، لو قعدت هنا تزيق، فلازم قبل ما اقعد على الكنبه اقعد احسس يعني هي فين. نعم الاكل عندك اهو. فيلا بينا نروح دلوقتي نشتري طلبات البيت. او ماي جاد الدنيا رعد وبرق يا جماعه. شايفين العربيه صغننه قد ايه. Oh, it's a cute car. It's going to be shut, so okay, I'm coming. Drive all this time. متحمسة. شايفين المطر؟ This is such a cute car. Look how small is it, guys. Very tiny. طبعا لازم السيت بيلت هنا اجباري. متحمسة. Can you see where? العربية تحسوها ان هي راس من غير ديل، صغيرة قوي. جايز وصلنا المحل السوبر ماركت، لقينا قافل عشان الساعة كام؟ الساعة 8 ودقيقة. 8 ودقيقة اتأخرنا. I'm gonna complain to them. اتقفل السوبر ماركت. ادي بيقول ان هو رايح I'm gonna complain to them. Really? Yeah. It's We can probably pick it up tomorrow, but I'm gonna complain and say, you know, yeah, give me an 1 or extra. 2 minutes late. We are 1 or 2 minutes late. Maybe that's why. Oh, or maybe they finished. There's nothing. ادي اني يا جماعه هنعمل سيرش على مكان سوبر ماركت تاني لسه فاتح، ونروح نجيب المغامره العجيبه عشان يزقر. بالمناسبه يا جماعه العربيه دي مرسيدس. What's called? سمارت كار. مرسيدس. شايفين؟ كتكوتة. حبيت لو حد شغل رايح جاي حلو قوي. What did you find? Refund. Oh! For it because the store was shut. Ah! Right, here we go. Look. What is the other? So we collect these tomorrow if you want them. Yeah. Wow. And then these are the ones. So
See, they're not all cheap though. Some are Yeah, some 4.30. more, yeah. Groceries bag from Asda 4.30. Yeah. One left. One Morrison's, left, yeah, Morrison's. Collect today at 9. Harvester's salad bar bag. Rotisserie. Whoa. But it's a late collection. It'll be what they've got left. Yeah. Vegetarian Carvery. Yeah. I like vegetarian Carvery, isn't it? Yeah, but they're not until carnivore. later collection. So we want to find one and see if there's anything to collect now. It's Yeah. 10. Oh, why it's your... No, it's oh, not. sorry. Why it's your... Oh, it is not? No, it's an advert for something. Ah, I okay. can't get the Euro thing back. Yeah, bag. Okay, it's okay. Surprise bag. Okay. يا جماعة الساعة بقت 28 دقيقة. بقالنا فترة هنا قاعدين، العربية مش راضية تطلع. وصلنا للستيشن يا جماعة، شايفين عربيتنا الكتكوتة؟ دي العربية السمارت من مرسيدس. وصلنا للستيشن، قعدنا في العربية بتاع 20 دقيقة. العربية مش راضية تدور خالص. قعدنا شويه كده وبعد كده عملنا سيرش على اليوتيوب، انا اللي عملت السيرش واكتشفت ان احنا لازم نقفلها خالص، نبطلها ونسيبها كام دقيقه كده تهدى وبعد كده تشتغل. فالحمد لله اشتغلت. وصلنا السوبر ماركت التاني. دي الحاجات اللي بيبقى عليها اوفرات، بتبقى خلاص قربت تفسد او قربت الصلاحيه بتاعتها تخلص بكره او بعد بكره، فبتقدروا تشتروها باسعار رخيصه. What is my surprise bag? What is my surprise bag? He's getting it. A lot. Imagine if it's just a bag full of tomatoes. Some people it makes me laugh when they post photos of it. It's like two eggs or something, and they're like, what the hell? Seriously? Yeah, on Facebook. Well, I invite you to join the Too Good to Yeah. Go Food. It's really you will laugh. Yeah. Someone's like, cheers, thank you. Thank you so much. Bye. How much is it? Only 4 pounds? Yeah. 4 pounds يا جماعة. عيش. Beans to go with the sausages tomorrow. When do you have the deal in the car? A lot of goodies. شايلين a lot of goodies. I wondered if it was Oh, look what we do here. عيش. What is it? Cooking cream. pudding cream for desserts. Oh, really? Oh, chicken. Oh my goodness, that's your favorite. Breaded chicken. Oh my goodness. It's so funny, isn't it? What is it? A cereal? Oh yeah. Blackberry, blueberry. Yeah, Okay. I knew that. And what is it? Pizza? Oh my goodness, Pizza Express. Oh my goodness. Spicy beef. Oh my goodness. We love this, don't we? Oh my goodness, it comes this today. All of that. Oh my god, 4 pounds. I'm so happy I found this. Oh my Yeah. goodness. That would be about. Ah. What would it be normally? Pizza and Coke for £10, yeah? Good morning guys. عربيتنا لليوم مع البيت الجميل ده for free. That's Mercedes.
Woohoo! Smart car. Hola amigos. دي وجبة اليوم. That in 1969, with money that I'd earned through potato picking, I did potato picking and I was a roundsman, temporary stand-in roundsman.